أما الله فهو يعمل ويتدخل حتى دون أن نطلب، حتى دون أن نطلب. في وقت من الأوقات كان الشعب في ضيقة ولم يطلب، ولكن الله قال لموسى النبي: إني نظرت إلى مذلة شعبي، ونزل لكي ينجيهم. لقد تدخل الله عند ذبح إسحاق، عند تقديم إسحاق للذبح دون أن يطلب، وأنقذه. لقد تكلم الله في قلب قسطنطين الملك دون أن يطلب الناس هذا، وكانت النتيجة مرسوم ميلان سنة 313 الخاص بالحرية الدينية. ولقد تدخل الله حينما كان بطرس سجينا، وتدخل دون أن يطلب وأنقذه.